فيلمنا بيبدأ بالطلبة الكبار في المدرسة بيصوروا صور التخرج، وكل واحد بقى عمال يحكي عن المغامرات والجو اللي عاشه في المدرسة. نيجي بقى لماثيو، الواد ده واقف مش لاقي حاجة يحكيها. أصل حياته كانت سيستم قوي، قضاها طالب مثالي، لا عرف بنات ولا جرب يعمل أي حاجة مجنونة في حياته. قعد يفتكر يوم ما جات له منحة لجامعة جورج تاون وإزاي أهله كانوا فخورين بيه. ماثيو ده هو رئيس اتحاد الطلبة، ووقف أعلن قدام الكل إنه جمع 25,000 دولار عشان يجيب طالب عبقري من كمبوديا يدرس معاهم في مدرستهم. بعد ما خلص بص للعيال الروشة والشباب اللي طول الوقت خروجات وتزويغ مع البنات، وقال لنفسه أنا ليه مش زيهم؟ قام رايح لأصحابه كليتس وإيلاي وقال لهم أنا هروح البحر مع الشلة الروشة دي وأزوع من الحصص. طبعا صحابه كبروا دماغهم، فقرر ياخد الخطوة لوحده. بيركب عربيته وطار وراهم، وفجأة لقى بوكس شرطة وراه والظابط بيقول له اركن. ماثيو بقى حب يعيش دور الولد الريبل، فرفض يقف وكمل طيران، والظابط بيفضل وراه لحد ما عمل حادثة غشيمة. بس الصدمة إن كل ده كان عايش الدور جوه خياله، والواقع إنه لسه واقف في مكانه محركش العربية أصلا. بعد المدرسة ماثيو وهو راجع البيت لفت نظره عربية غريبة مركونة قدام الباب، ما كانش عارف بتاعت مين ولا إيه اللي جابها هنا. ولقى جيرانهم آل بيترسون قاعدين مع أهله. طبعا ماثيو حب يبين إنه الواد الدحيح اللي مفيش منه، فدخل قال لهم إنه شغال على الخطاب بتاعه عشان يلحق منحة جامعة جورج تاون، وإنهم بيدوروا على الطالب اللي عنده أخلاق ومبادئ. وطبعا هو كان بيعمل كده عشان يثبت إنه سيستم قوي. وهو بيتدرب على الخطاب بالليل وهو بيطلع الزبالة، عينه جت على بنت صاروخ نازلة من العربية اللي شافها الصبح. من كتر ما هو متنح ومش قادر ينزل عينه من عليها، خبط في صندوق الزبالة وعمل منظره زفت. طلع أوضته وكلم صاحبه إيلاي وقعد يحكي له على البنت الجامدة دي، وفجأة بيلاقيها قدام الشباك في الأوضة اللي قدامه بتغير هدومها. طبعا ماثيو عاش الدور وقعد يتفرج، بس الصدمة إنها قفشته وهو بياكلها بعينه. البنت طلعت ذكية، نزلت لأهله وعرفوا إن اسمها دانييل، والمفاجأة إنها ما فتنتش عليه وقالت بس إنها لسه جاية من لوس أنجلوس وقاعدة في بيت خالتها اللي جنبهم. الأم طلبت من ماثيو يفرج دانييل على المنطقة، وهنا بدأت الرحلة. دانييل ركبت العربية ومعاها ماثيو، وفجأة ركنت في حتة مقطوعة وطلبت منه يقلع هدومه كلها عشان يبقوا خالصين، عشان قفشته وهو بيبص عليها. وبعد ما قلع خدت هدومه وطلعت تجري بالعربية وسابته ملطة في الشارع. بعد شوية رجعت خدته تاني بعد ما أخدت حقها منه وعلمت عليه. راحوا قعدوا في مطعم وحكوا لبعض عن حياتهم. دانييل قالت إنها سابت شغلها وعايزة تبدأ من جديد، وعرفت إن ماثيو سنجل وعمره ما عمل حاجة مجنونة في حياته. وقالت له جملة في الجون: أنت محتاج حد يضحكك ويزقك لقدام. دانييل رسمت نفسها وقالت له إن ده الستايل اللي بيعجبها، وبعدين وصلته لحد البيت. وهو نازل الواد ماثيو ركبه خبطت في بعضها وتردد، وما بسهاش مع إنها كانت مستنية منه الحركة دي. تاني يوم حكى لأصحابه اللي حصل، وطبعا إيلاي ما سابوش في حاله وقعد يسف عليه ويقول له أنت أكيد مش طبيعي، حد يجيله الجون لحد عنده وما يشوطش. ماثيو ساعتها ندم عمره وعرف إنه ضيع لقطة ما بتتكررش. بس المفاجأة إنها ما سابتوش، وتاني يوم لقاها مستنياه قدام المدرسة. ماثيو هنا باع القضية ونفض للحصة وخرج معاها يسكعوا في الشوارع، وبدأ الواد يفرقع من دروسه ويقضي اليوم كله معاها. ما هو خلاص الحب ولع في الذرة والواد باظ يا جدعان. في وسط ما هما بيتسكعوا ماثيو فرج دانييل على صورة صاحبه سام نانج، وقال لها بافتخار الواد ده عبقري وممكن في المستقبل يكتشف علاج للسرطان. دانييل هنا عينيها لمعت وحست إن ماثيو ده مش مجرد واد صايع، ده قلبه أبيض وحنين بجد. عشان تكافئه خدته بالعربية وراحت بيه عند بيت مجهول، وراحت مقتحمة البيت ودخلت. ماثيو مشي وراها وهو مش فاهم حاجة لحد ما لقاها قلعت هدومها ودبت غطس في حمام السباحة. ماثيو مكدبش خبر وحصلها في تانية، وهما في المية سألته إيه أغرب حاجة عملتها مؤخرا؟ رد عليها وهو بيضحك إني واقف معاكي هنا دلوقتي. ولسه هيجوا يخلصوا الكلام ويبوسوا بعض، فجأة ظهر صاحب البيت وطلع مين؟ مدير المدرسة بذات نفسه. ماثيو ودانييل خدوا ديلهم في سنانهم وطلعوا بيجروا، والمدير شافهم وهما بيهربوا. بعد الماراثون ده راحوا على بيت إيلاي، وهناك ماثيو عرف صحابه على دانييل، وطبعا صحابه أول ما شافوها بلموا واتثبتوا في مكانهم، وما كانوش مصدقين إن الواد الدحيح ده ماشي مع الصاروخ ده كله. الليلة اللي بعدها الشلة راحت حفلة ديريك، وطبعا دانييل أول ما دخلت سحبت العين من الكل
والشباب وقفوا مذهولين من جمالها. هانتر الرخم مبلعش إن ماثيو يكون موقع الصاروخ دي، فخلى ديريك يطرده بحجة إن الحفلة كومبليت. ماثيو جاب آخره وقرر إنه ميبقاش الواد المؤدب تاني. أول ما شاف العيال عايشين اللحظة على الآخر، راح لدانييل وقدام عيون الكل أداها البوسة التمام عشان يثبت لهانتر وغيره إنها بتاعته هو وبس، وكسر عينهم كلهم. تاني يوم في المدرسة، إيلاي فرج ماثيو على فيديو، وهنا كانت الصدمة اللي وقعت السما على دماغه. ماثيو شاف حبيبته هي بطلة الفيديو. لما ماثيو ساب الأوضة والدم غالي في عروقه، إيلاي جرى وراه وبدل ما يهديه بدأ بيلعب في دماغه بأسلوب فيه خباثة. قال له طالما هي بطلة أفلام يبقى تستغل الوضع وتاخدها أوتيل وتقضي معاها ليلة، وبدل ما هي حبيبتك خليها نزوة. ماثيو رجع البيت لقى دانييل قاعدة مع أمه بكل براءة، بس عقله ما كانش مبطل وساوس بسبب اللي شافه في الفيديو. ماثيو أخيرا فاق من سرحانه وسحب نفسه ودخل أوضته، بس دانييل جرت وراه وهي مش فاهمة في إيه، وبكل رئة سألته أعمل إيه عشان أخليك أحسن. في اللحظة دي ماثيو بص للسرير والتخيلات ركبت دماغه تاني، وشافها وهي معاه في علاقة، بس نفض الأفكار دي من دماغه وقرر يداري وجعه، وقال لها إحنا هنخرج نسهر النهاردة. ماثيو خدها وراحوا الأوتيل تعبان، وجاب واجب السهرة عشان يغيبها عن الوعي. دانييل بحسها الأنثوي فهمت إن ماثيو كشف وراءها وعرف سرها. هنا دانييل قررت تواجهه بعري الحقيقة، وقفت قدامه وقالت له بوجع هو ده اللي انت عايزني مجرد جسم؟ دانييل انفجرت فيه وقالت له إنها ما خبتش ماضيها عشان تخدعه، هي خبته عشان صدقت نفسها معاك، وعشان عجبها إنه كان شايفها بنت بنوت، بنت طبيعية مش مجرد نجمة أفلام. وبعد الكلمتين دول سابته وهي مكسورة الخاطر وروحت. الأيام عدت وماثيو لسه مخنوق ومش قادر يتخطى اللي حصل، فقرر يروح لدانييل عشان يطيب خاطرها ويصالحها. بس أول ما دخل بيتها اتصدم بوجود راجل غريب، فانسحب بسرعة وهو محرود. الراجل ده طلع وراه وعرف نفسه إن اسمه كيلي، وبكل بجاحة قال له إنه معجب بالطريقة اللي ماثيو بيعبر بيها عن مشاعره لدانييل. انتهى بيهم الحال هما التلاتة في نايت كلوب، وماثيو طبعا كان زي الأطرش في الزفة مش فاهم هو فين، لحد ما قعدوا وبدأوا يطلبوا مشروبات. وهناك ماثيو سألهم اتعرفوا على بعض ازاي، وهنا كانت الصدمة. عرف إن كيلي ده مخرج أفلام للكبار وشغال مع دانييل في نفس المجال المشبوه. ماثيو من كتر التوتر شاف كيلي بيولع سيجار، فطلب منه واحد وشربه لأول مرة في حياته عشان يداري على لخبته. وفي وسط السهرة ماثيو لقط مستر بيترسون المدرس بتاعه هناك، ودي كانت سقطة كبيرة للمدرس اللي انخض أول ما شاف ماثيو في مكان زي ده. فكيلي استغل الموقف بكل خباثة ونادى على المدرس وخلاه هو اللي يدفع حساب فقرة رأس لماثيو عشان يداري على فضحته ويحرجه في نفس الوقت. بعدها في المدرسة المدرس عرض للطلبة فيديو ثقافة جنسية عشان يوعيهم، بس ماثيو واصحابه ما كانوش طايقين الفيديو لأنه كان قديم وجودته تعبانة جدا والكل كان بيقرف منه. بعد الحصة ماثيو لقط كيلي في المدرسة وهو راسم عليهم الدور وبيحاول يقنع البنات الكبار بفكرة تصوير فيلم في حفلة التخرج، وقال له إن الفيلم ده هيضرب وهيكسب دهب. بعدها ماثيو خد كيلي وراحوا البنك عشان يقابل موظفة البنك، وهناك كيلي عرف إن ماثيو قدر يجمع 25,000 دولار عشان سامنانج. جيني سألت ماثيو مين الراجل ده، فعمل لها اشتغالة وفهمها إن كيلي هو المشرف الطلابي بتاعه، وكيلي بدأ يغازل فيها اللي كانت ملخومة ومش عارفة ترد من الكسوف. تاني يوم ماثيو راح يزور دانييل، بس اتفاجئ بوجود كيلي عندها وهما بيجهزوا للسفر للوس أنجلوس عشان يحضروا معرض للمجال المشبوه. ولما سألها عن حلمها إنها تبدأ من جديد، ردت عليه إنها رفعت الراية البيضة وحزينة، وقالت له ده طبعي ودي حقيقتي. فماثيو ما سكتش وقرر يضرب المشوار هو وأصحابه ويسافروا وراها. أول ما دخلوا المعرض لقوا الدنيا هايصة والنجوم عمالين يرقصوا ويمضوا أوتوغرافات، وصاحبهم إيلاي بدأ يصور بالكاميرا بتاعته لحد ما الأمن وقفوا وقال له ممنوع التصوير. فإيلاي رسم عليهم الدور وقال لهم إنه طالب بيعمل مشروع للمدرسة. هناك شافوا دانييل وعرفوا إن اسمها الفني أثينا، فماثيو راح لها واعتذر لها وقال لها إنها أحسن حاجة حصلت في حياته. دانييل اتأثرت وسابت المسرح وهي مكسورة، وهي ماشية قابلت مخرج تاني اسمه هوجو حاول يجر رجلها لشغله ويقنعها تسيب كيلي، بس كيلي دخل وطرده. ماثيو كمان دخل في الكلام وقال لكيلي إن دانييل مش عايزة تكون هنا، فكيلي خده في غرفة التخزين وهدده وقال له يبعد عن دانييل وميملأش دماغها بالأفكار دي عشان ما يبوظش البيزنس بتاعه. بس ماثيو ركب دماغه وراح ورا دانييل رغم إن الوقت اتأخر وعنده عشاء المنحة بكرة. وفي الوقت اللي كليدز وإيلاي قاعدين مستنيين ماثيو،
واحدة من الممثلات سألتهم هم مين، فإيلاي لبس العمة وكذب عليها وقال إنه مخرج. فالبنت طلبت منه يشغلها معاه، وراحت تقول لصاحبها الضخم اسمه ميول اللي بدأ يعمل نمرة ويسوق لحبيبته، وخلى العيال يلمسوا صدرها وهو بيقول لهم إنها مكلفاه كتير. بس الأمن كشف الحقيقة وضحك وقال لميول إن دول مجرد عيال في ثانوي. فالعيال خدوا ديلهم في سنانهم وهربوا بسرعة. ماثيو راح لدانييل واداها ورقة مكتوب فيها إنها أحسن من كده بكتير ومشي، ولما فتحتها لقت رسمتها اللي رسمتها في أول يوم اتقابلوا فيه. تاني يوم دانييل راحت لماثيو وهي بايعة القضية وسابت الشغل عشان خاطر عيونه، بتوصله المدرسة وتصالحوا وبقوا في قمة الرومانسية. ماثيو كان في الفصل على آخره ومتوتر عشان خطاب المنحة، بس فجأة كيلي دخل وهو شايط لأن دانييل سابته بسببه. كيلي خده في مكان مقطوع وظبطه علقة، وبعدين رسم عليه الحنية وأداها حباية وقال له إنها مسكن للآلام، بس الحقيقة إنها كانت مخدرات. كيلي قال له هسيبكم في حالكم بس لو ساعدتني أسرق درع من عدوي هيجو، وفعلا وداه بيت هيجو وسابه هناك. بس كيلي غدر بيه وبيكلم البوليس يبلغ عن سرقة. ماثيو جوه البيت شاف حاجات رعبته وهو بيسرق الدرع، قابل هيجو وهرب منه بالعافية، ولما وصل للطريق اكتشف إن كيلي ورطه وخلع، والبوليس كان خلاص هيقفشه، بس لحسن حظه استخبى واصحابه أنقذوه في آخر لحظة، ومعاهم دانييل اللي كانت رايحة تحضر معاه الخطاب. وصلوا الحفلة وماثيو كان مهايبر خالص من الحباية وبدأ يعمل تصرفات مجنونة مش بتاعته، ولما جا دوره في الخطاب ما كانش عارف يقرأ المكتوب، فبدأ يتكلم بصدق وبقلب ميت عن إن الواحد لازم يتعب عشان يوصل للي عايزه حتى لو مستحيل، وهو باصص لدانييل. الكل سقف له بحرارة، بس للأسف المنحة راحت لولد تاني، وماثيو زعل، بس دانييل طبطبت عليه وهونت عليه الموقف. تاني يوم ماثيو راح البنك يسحب فلوس منحة الولد الكمبودي سامنانج، بس الموظفة قالت له إن في حد سحب الفلوس باسمه. اكتشف إن كيلي هو اللي سرق $25,000. ماثيو راح لدانييل وهي كان عندها خطة جهنمية، أقنعت صحابه يساعدوهم وراحوا لهيجو عدو كيلي ورجعوا له الدرع وشرحوا له كل حاجة واتفقوا معاه. دانييل جابت 2 صحباتها ممثلات وراحوا حفلة التخرج، وماثيو كان مرتب وشياكة ومعاه 2 يظهروا في فيلم ومضاهم على عقود، وبدأوا يصوروا لقطات من الحفلة طول الليل في السر، وماثيو كان بيرقص مع حبيبته وهو فرحان. حصلت مشكلة إن الممثل الأساسي ركبه الخوف وتوتر، فصاحب ماثيو كليتس هو اللي اتطوع وعمل اللقطة. خلصوا التصوير وخدوا الشريط عشان يبيعوه للمنتج المنافس، وفي الآخر ماثيو ودانييل بقوا لوحدهم في الليموزين وعاشوا ليلة رومانسية مجنونة. ماثيو رجع البيت الصبح وزميله إيلاي بيكلمه وهو ميت في جلده وبيقول الحق يا ماثيو الشريط اتسرق. أول ما ماثيو حط رجله في البيت لقى كيلي حاطط رجل على رجل مع أهله ومدير المدرسة وفي إيده الشريط. كيلي طلب يقعد مع ماثيو لوحده، والأهل خرجوا وهم فاكرين إن كيلي بيساعد ابنهم. كيلي بدأ يرمي سمه وقال لماثيو أنت سرقت فكرتي يا شاطر، بس ماثيو متهزش وبكل برود قال له هيجو هو اللي هيتحاسب معاك. كيلي ضحك وقال له هيجو ده شريكي بالنص وأنا هاخد نصيبك أنت كمان. هنا ماثيو فاجئه وقال له الفلوس دي حاج سامننج اللي أنت نصبت عليه وسرقت فلوسه. كيلي جاب آخره وهدد ماثيو إنه هيفرج أهله على الشريط اللي عليه الفضايح. ماثيو سابه يعمل اللي هو عايزه بقلب مرتاح، وبدل ما أهله يطردوه اكتشفوا إن الشريط عبارة عن فيديو تعليمي عبقري أحسن بكتير من اللي المدرسة بتدرسه. المدير وأهله باركوله على مجهوده، وكيلي وقف مكانه مصدوم والشرارة بتطلع من عينه. الفكرة ما كانتش مجرد نجاح، دي ضربت في العالي وبقت ترند والكل بيتكلم عنها. المبيعات وصلت للسما وماثيو بقى ملياردير في تانية، وبيقدر أخيرا يغطي مصاريف جامعة جورج تاون. وفي كتاب التخرج ماثيو كتب كلمة للذكرى، قال إنه مش هينسى أبدا ال3 أشخاص اللي سندوا المشوار ده، أولهم شريكه في البيزنس هيجو، وتانيهم كيلي المستشار اللي كان فاكر نفسه ذكي، وماثيو بعت له علبة سجاير غالية كنوع من الواجب الشيك عشان يحرقه أكتر، والتالت طبعا هو إيلاي اللي السند الحقيقي. ماثيو قابل سامننج وقال له بضحكة أنا رجعت لك حقك، الدور عليك بقى تخترع لنا علاج للسرطان. أما إيلاي فبقى مخرج محترف وعنده الندوات التعليمية الخاصة بيه. وحتى كليدز اللي كان مخبي وشه طول الفيلم اكتشفنا إن عنده ثقة في نفسه لسبب خاص بيه خلته ميهتمش برأي حد تاني. وفي الآخر ماثيو وصل اللي كان بيحلم بيه، الجامعة اللي كان بيتمناها والفلوس اللي تأمن مستقبله، والأهم من ده كله إن دانييل بنت الجيران بقت جنبه ومعاه في كل خطوة عشان يقفلوا الحكاية وهم في قمة نجاحهم.
وبكده يكون فيلمنا انتهى. شكرا على المشاهدة، ومتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنونا في الجديد. سلام.